مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعوا فيه الفيديو. احنا بقى النهارده هنعمل مع بعض الكبده المشويه بتاعت اسمها ايه؟ بسم الله. كبده الشرقاوي، سوري معلش، عشان احنا هننسى الاسم فعلا لان احنا هنبطل نجيبها من بره خالص. اول ما هنعملها في القلايه وهنجرب قد ايه خفيفه وقد ايه طعمها حلو وقد ايه تتبيله باينه فيها جدا، وما فيهاش ولا ريحه زيت بقى ولا زيت المستخدم كذا مره، اللي هي سوري يعني الزرنغه بتاعه الزيت ولا الكلام ده. هتحبوها جدا وهتعملوها كتير قوي لدرجه ان انتوا خلاص هتبطلوا تشتروها من بره جاهزه. الكميه معانا حوالي نص كيلو من الكبده البلدي، او يعني الكبده العاديه المتلجه، بس هتخلوها تفك، وطبعا هنقشر القشره بتاعتها من بره. عامله لها تتبيله: فلفلتين مع عصير 4 ليمونات كده، مع كام فص توم، مع كمون، وضربتهم كويس قوي بالهاند بلندر. وشوفوا انتوا بتحبوا تحطوا توابل ايه على الكبده، بس ما تزودوش كتير يعني. ومعلقه خل كمان انا حطيتها عشان تقوي طعم الليمون. كمان الخل بيموت اي مواد سامه او اي حاجات سامه في الاكل يعني. طبعا انا بحط كده تحت الطبق، بقص كيس من بتاع اللبن ده او اي كيس بلاستيك عادي عندكم، بتقصوه وتحطوا عليه الرده بقى، دقيق، اي حاجه بتستخدموها تقلوا فيها علشان خاطر نوفر التعب والبهدله، وكمان علشان الرده نفسها ما تلزقش في الطبق. بنوفر في كذا حاجه، بنوفر وقتنا وغسيل الطبق وبهدله الماده اللي احنا بنستخدمها كمان. الكبده زي ما انتم شايفين كده سمكها حوالي عقله او اقل من العقله بشويه. الكبده علشان تطلع حلوه وطريه وجوسي كده ومقرمشه في نفس الوقت لازم تبقى سميكه كده، انما لو قطعناها رفيعه هتطلع معصعصه، مش هتطلع حلوه خالص. لازم تبقى عريضه كده زي ما احنا شايفين. هنقعدها في التتبيله على الاقل ساعتين. وبعد ما تطلع من التتبيله هنغلفها كويس قوي بالرده. هنحط طبقه من ورق الزبده على السله على الشبكه بتاعه القلايه، وهنوزع عليها كميه الكبده زي ما احنا عايزين. انا الاول كنت يعني هتحسوا ان ورقه الزبده مستخدمه، بس عشان انا كنت بجرب الاول قطعتين اشوف هي هتستوي ولا لا، عشان لو مش هتستوي ما بوظش الكميه كلها واقليها في الزيت. بس الحمد لله كتجربه اولى هي ممتازه ممتازه ممتازه، وخدتش 10 دقايق. بس للنصيحة عشان تطلع حلوة هنسخن القلاية الأول دقيقتين، من دقيقتين ل3 دقايق على حسب انتي القلاية بتاعتك بتاخد وقت قد ايه في التسوية، بتاخد قد ايه عشان تسخن. انا ما شاء الله القلاية بتاعتي في اول دقيقة بتكون سخنت خلاص، ما بتبقاش محتاجة مجهود كبير يعني في الموضوع ده. انا وزعت الكمية كلها وحطيتها جنب بعض زي ما قلتلكوا. هنعملها على درجة حرارة 200 الأول 10 دقايق، وبعدين نقوم عاملينها على درجة حرارة 170 لمدة 3 دقايق أو 5 دقايق. الحقيقة أنا كنت عاملاها على تجربة حد، ان هو جربها الاول، عملها الاول حوالي 10 دقايق على درجة حرارة 200 على وش، والوش التاني 10 دقايق على 200، وبعدين عمل الحرارة على 170 لمدة 5 دقايق عشان خاطر التسوية، عشان يضمن ان هي استوت من جوه. بس الحقيقه انا ما احتاجتش معايا خالص خالص الوقت ده كله، احتاجت 10 دقايق بس. و5 دقايق على 170 زي ما هو عملها، انا عملتها على درجه حراره 170 عشان اطمن ان هي استوت. المهم قلت اجرب كده قطعه منها، لقيتها مستويه جدا من جوه. وانا كنت مصوراها بعد التسويه وقبل الاكل، بس بصراحه مش لاقيه المقطع بتاع التصوير ده. معرفش صورته وما عملتش حفظ، ولا انا كنت فاتحه الكاميرا ومش بصور، يعني الفيديو مش شغال وانا مش واخده بالي ولا ايه. بس خلاص بقى، هي اعتقد باينه اهي قدامكم. بنرش عليها زيت كتير. طبعا الرش ده هيبقى حوالي معلقتين زيت، فاحنا مهما انتوا حسيتوا ان زيت كتير، هو شايفين اصلا الزيت كده كده نازل خالص على ورقه الزبده. لكن ليه بقول لكم هترشوا زيت كتير؟ عشان ما نحسش بطعم الرده. انتوا لو عايزين تعملوها من غير زيت او تعملوها برشه زيت واحده خفيفه خالص هتتعمل وهتستوي برضو، لكن علشان طعم الرده ما يبقاش قوي قوي في الاكل، بما اننا متعودين على طعم الزيوت التقيله وعلى طعم كل حاجه تقيله، فاحنا معلش هنجرب مع بعض واحده واحده كده نقلل الطعم الغريب ده. او على الاقل لو احنا خلاص مش مقتنعين ان الاكل الحلو هو الاكل المزيد بس يعني، فخلاص نعلم ولادنا بقى ان شاء الله. عفوا. نعلم ولادنا ان شاء الله يتعودوا على الاكل الصحي عشان صحتهم، وعلشان بصراحه القلايه اختراع عظيم. انا بدعي البني ادم اللي اخترعها. يعني بهدلت المطبخ، كل حاجه بقت حلوه قوي بعد القلايه.
الزيوت اللي على الحيطان، المطبخ المزيت، طاسة الزيت المحروقة، كل الحاجات دي خلاص انت هتنسيها، والمطبخ بتاعك هيروق كده وهيصحصح، وصحتك كمان هتحسي نفسك خفيفة بعد الأكل، مش تقيلة من كتر يعني هتلاقي نفسك بتخسي لوحدك لأن أكلك كله تحول لأكل صحي. بجد 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 حلوة قوي.